السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو بعنوان شهر 5 واهم شهر في السنة والشهر اللي هيغير حياتك، وهو ده اللي انتم بتسمعوه كل شوية وكل شوية يطلع لكم فيديو. حققت حلمي بقى بمذاكرة شهر 5 بس. حاجات عملتها في شهر 5 خلتني طلعت الاول على الجمهورية، الحاجات دي كلها. ايوه انا عارفه، هو العنوان ده اللي عمال يطلع لك كل شويه، وكل ما تفتح اليوتيوب تلاقيه وتسيب مذاكرتك علشان تروح تتفرج عليه. في الاخر برضو انت مش بتاخد الحاجه اللي تخليك تحس بالرضا بقى، وان انت خلاص كده انا هعمل الحاجات دي واطلع بقى الاول ان شاء الله. لا، انت بتفتح اليوتيوب مره تانية بتلاقي فيديو تاني يقول لك نفس الكلام او كلام تاني اوفر اكتر ومش منطقي، وتروح فاتحه برضو وتتفرج عليه علشان انت بتحاول تتهرب. الفتره دي انا عارفه ومقدره قد انت مخنوق دلوقتي، قد انت نفسك السنه دي تخلص باي طريقه. انت مش عايز يعني مفيش، خلاص انا مش عايز اشوف ثانويه عامه دي تاني. بس في نفس الوقت بعد كل الشهور دي هل منطقي اجي عشان شهر واحد في الاخر خلاص اسيب كل حاجه ويأس؟ انا مش طالعه اقول لك تعمل ايه الشهر ده من ناحيه المذاكره وحاجات عملتها في الشهر ده وحققت حلمي والحاجات دي كلها ودخلت طب بشري بالحل ده ومش عارف ايه. كل ده انا مش جايه اقول لك عليه، انا جايه بحاول ان انا افوقكم، افوق الناس اللي عماله تتهرب من المذاكره الفتره دي في الفيديوهات، لان بقى الموضوع حاسه ان هو زاد عن حده. انا قلت لكم على جروب التليجرام، قلت لكم يا جماعه انا مش هنزل باذن الله لثالثه ثانوي فيديوهات على الشهر ده كله، شهر 5 الا نادرا ولما يبقى في حاجه ضروريه قوي، واغلبهم هيبقوا فيديوهات شورت. وده فعلا اللي حصل. انا هو بقالي من شهر 4 اخر يوم شهر 4 ما نزلتش اي حاجه خالص لحد دلوقتي، وده اول فيديو اعمله. ليه؟ انا عندي وقت ان انا اعمل الحمد لله، لكن انا مش عايزه ان انا اعطلكم واضيع وقتكم في حاجات مش هتفرق معاكم الفتره دي. انا لو عارفه ان هيفرق معاكم كنت هطلع اقول، بس انا عشان خاطر الفيديو ده انا عارفه ان هو مهم وهيفرق بقى مع ناس، وهيفرق بقى معاكم ولازم تسمعوه، علشان في ناس محتاجه انها تفوق وتوقف اللي هي بتعمله، توقف تضييع وقت في حاجات ملهاش لازمه. بطل تدخل تبحث عن طالب جاب 95% بمذاكره شهر 5. بطل تدخل تبحث عن جدول يلملي المنهج كله ولو ما فتحتوش من اول السنه في اسبوع. بطل تعمل كده، فوق. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. في حاجه اسمها انا هتعب وهجيب اخري، حتى لو انا قصرت اثناء السنه كلها انا هجيب اخري دلوقتي وهتعب، ويعني هعمل كل اللي اقدر عليه، واللي ربنا عايزه هيكون. حتى لو ضيعت وقت كتير، انا عارفه ان انت ممكن تكون ضيعت وقت كتير جدا، تعبت في اوقات كتير قوي كان المفروض انك تذاكر فيها، بس مفيش حد مننا ما بيعملش كده. انا دخلت طب بشري، انا جبت 93% من فضل ربنا. كنت بعمل كده، كنت بضيع وقت، كنت بلعب، كنت بحس بتأنيب الضمير. وهقول لكم دلوقتي على سر انا عمري ما قلت لكم عليه. انا لما كنت في شهر 5 الشهر ده تحديدا كنت بنام. بدأت انام للاسف، كنت بتأخر شويه في النوم، كنت بنام على الساعه 2، اصحى على الساعه 8. للاسف ان انا كان وقتها نومي متلخبط شويه، ما قدرتش ان انا اصحى الفجر. فانا بقول لكم بالظبط اللي كان بيحصل معايا. بصحى الساعه 8 اقعد عشان اذاكر، طبعا دول كده 6 ساعات. كنت بقعد من الساعه 8، انا مش بقوم من على المذاكره غير الساعه 2 الفجر، انا مش بقوم من على المذاكره غير الساعه 2 بالليل اللي انا هنام فيها. مفيش حاجه بتقومني غير الصلاه، اقوم عشان اصلي وارجع اقعد تاني نفس القعده اللي انا كنت قاعداها. الاكل حتى باكله في مكاني، ما كنتش بقوم حرفيا من على المذاكره. بس كنت لما باجي اصحى الساعه 8 الصبح من كتر الارهاق بتاع اليوم اللي قبله كله، قاعده وعماله بذاكر ودماغي تعبانه ومش قادره على الارهاق ده ومش نايمه الا 6 ساعات بس، احس بقى بان انا ايه، هموت على النوم حرفيا، ببقى مش قادره افتح عيني، هموت على النوم. وكنت بقعد انام على نفسي بجد والله العظيم، كنت بقعد انام على الكتاب كده وانا قاعده من كتر التعب. وكأني باخد قيلولة مثلا وانا لسه قايمة لسه صاحية عشان اذاكر، واصحى فجأة الاقيها 9 وربع، 9 ونص. انتوا متخيلين بقى؟ واحدة شهر 5 اخر شهر خلاص، لازم بقى اذاكر بقى كويس قوي وما اضيعش اي وقت خالص. انا بصحى انام على نفسي لما اقوم، وبالفعل بنام، حتى يعني بضيع وقت، بضيع ساعة او ساعة ونص. شعوري وقتها كنت حاسة ان انا مرعوبة، انا كده بقصر، انا كده يعني بعد كل التعب اللي انا تعبته اثناء السنة انا بضيع مجهودي. انا كنت شايله هم الموضوع ده جدا بجد، لان ساعات كنت بطول اكتر في القيلوله دي كمان. بس الحاجه اللي كانت دايما 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 سنداني جدا وبتقويني جدا 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 التقرب من ربنا سبحانه وتعالى.
في الشهر ده بالذات صلاة الحاجة اللي كنت قايله لكم عليها ما بقتش افوت يوم من غير ما اصليها، وممكن كمان كنت ساعات بصليها اكتر من مرة في اليوم حرفيا. والله العظيم يا جماعة كمية الطمأنينة والهدوء النفسي اللي كنت بحس بيه لما اصليها فوق ما تتخيل. كل ما احس بالخوف، كل ما احس بالرعب، كل ما احس بالتوتر، مش بروح افتح ادور على فيديو لحد يقول لي اعمل ايه، لا، بروح ادعي ربنا واشتكي ربنا سبحانه وتعالى وادعي من كل قلبي، فاحس بالاطمئنان واحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيوجهني للصح وبيعرفني اعمل ايه فعلا. الشهر ده محتاج انك تقعد فيه مع نفسك بس، تسمع لنفسك بس، تدعي ربنا سبحانه وتعالى اكتر من اي حاجه، وتجتهد بقى وتعمل كل اللي تقدر عليه، لان خلاص يعني جيب اخر اخرك، علشان خلاص هو شهر. قول لنفسك خلاص انا يعني هو الشهر ده وخلاص، بعد كده هرتاح تماما من السنه دي. اجي على نفس الشهر ده عشان ارتاح، عشان ارتاح وانا مبسوط، علشان ابقى اخد الاجازه وانا مبسوط وفرحان وفخور بنفسي باذن الله لما تطلع النتيجه. مفيش حاجه تانية بجد اقدر اقولها لكم الفتره دي. لو في حاجه وعرفت ان انتوا لقيت ان انتوا محتاجين حاجه معينه ولقيتها ان هي فعلا هتفيدكم وتفرق معاكم وهتبقوا محتاجين ان انتوا تسمعوها قوي ومهمه، هقول لكم عليها باذن الله. غير كده انا مش هعمل لكم فيديوهات علشان خاطر ما اعطلكوش. عايزاكم تفتكروا الجمله اللي انا قلتها لكم كذا مره قبل كده، هفضل اكررها دايما: ثقتكم في نفسكم ليها دور كبير في تحقيقكم لحلمكم. ويا رب كده افرح بيكم ان شاء الله بعد ما تخلصوا وانتم محققين حلمكم. زي ما وعدتكم برضو ان شاء الله هنتفسح فسحه مع بعضنا باذن الله لما تخلصوا، فشدوا حيلكم ان شاء الله كده وربنا يوفقكم يا رب. بس كده، مع السلامه.